سيارات إيطالية قادمة إلينا. كم سيارة؟ 3 ترفع العلم الأبيض. دعها تمر، سنكمل فيما بعد. الشارف الغرياني. للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية. وجدتموها مريحة؟ نريد أن نحادثك وحدك. لا نستطيع الحديث علنا. إذا لا أريد أن أسمعه. يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على أفضل الشروط من الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج. الأمان؟ إلى أين؟ إلى مصر. إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك. نعم، انظروا إليه. ولكن أسرتي حاربت حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟ يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا. الأنسب أن تعودوا إليهم. يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد. لا، يأخذون الأرض في النهار، وبعون الله نستردها نحن في الليل. يا عمر المختار، أنت وحيد. قطعت بك السبل عن بقية البلد، وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم. هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض. عمر، لن تقوى على هذه الحرب. دمك إزاء فولاذهم. لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال. نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. عمر، نحن نشأنا معا. ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟ نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا. ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل. إذن فلنعد. نعم عودوا. نعم عودوا.